كان في واحدة اسمها جونج سيرة مذيعة نشرة الأخبار، وقبل ما النشرة تبدأ جات لها مكالمة من واحدة اسمها يون ميسو، بتقول لها إن في حد بيراقبها وكان عندها في البيت وبيهددها هي وبنتها. فخدت منها العنوان وقالت لها إن هي هتكلم البوليس يروح لها. قالت لها لأ، أنا عايزاكي انت اللي تيجي، وهكون سعيدة جدا لو المذيعة سيرة هي اللي ذاعت خبر وفاتي. المذيعة اعتقدت إن هي بتتصل علشان تهزر، فجاية تقفل السكة. الست قالت لها إن الراجل قتل بنتها، وبعدها المكالمة قفلت. دخلت الاستوديو علشان تذيع النشرة، وهي بتذيع النشرة تخيلت رسالة الست اللي كلمتها على الشاشة قدامها، وده خلاها ترتبك وهي بتقدم النشرة. فخرجت وهي بتفكر في الست، واتصلت بيها بس ما ردتش. روحت بيتها وحكت لأمها عن المكالمة، وقالت لها إن هي قلقانة بسبب المكالمة دي. أمها نصحتها إن جه الوقت اللي تبقى فيه مذيعة مشهورة ومميزة، بدل ما تفضل تقرا نشرة الأخبار زي البغبغان. فقالت لها إن هي تغطي خبر مقتل الست زي ما هي طلبت. سيرة سمعت نصيحة أمها وراحت عند الست، وفضلت تخبط على الباب وتنادي عليها بس محدش فتح. فراحت فتحت الباب ودخلت، بس البيت كان شكله متبهدل والنور قاطع فيه وفيه عناكب وحشرات وشكله مهجور من سنين. بس دخلت وكانت بتنادي عليها وما كانش حد بيرد. دخلت الحمام لقيت فيه جثة في البانيو. خافت وطلعت تجري، وهي ماشية رنت على الست لقيت تليفونها بيرن في الأوضة. دخلت لمكان الصوت وبتفتح الدولاب لقيت فيه جثة تانية. راحت بلغت البوليس وسألت جيرانها امتى شافوها، وهي الإسعاف بتنقلها لقيتها بتتحرك. خافت واتخضت، وهي مش عارفة هي اللي شافته ده حقيقي ولا وهم. أعلنوا خبر الحادثة في النشر، وإن شاهد العين الأول هي المذيعة. وقالت الشرطة إن الأم لقيوها مشنوقة في أوضتها وبنتها عندها 5 سنين غرقانة في البانيو. وقالوا في الأخبار عن مكالمتها للمذيعة قبل موتها، وذاعوا المكالمة، وإن المذيعة بقت ترند بسبب الحادثة دي. سيرة قالت لزميلها إن هي بتتخيل الست كتير علشان كلمتها قبل الحادثة على طول. فقال لها شفتي وشها؟ قالت له لأ. قال لها كان لازم تشوفيها علشان لو شفتي وشها مش هتتخيلها تاني. وحكى لها ان هو راح قبل كده حادثة البنت، وكانت عاملة حادثة على الطريق ورقبتها مكسورة وميتة، فخاف يشوف وشها علشان كده كان بيتخيلها كل يوم. جه التقرير المبدئي للتشريح، وقالوا ان القاتل خنق الطفلة وبعدين رماها في البانيو علشان البوليس ما يعرفش ميعاد الوفاة المظبوط، وبعدين قتل الأم. وبعد التحقيقات تبين ان الست بعد ولادة بنتها سابت شغلها وقعدت تربي بنتها، وقطعت علاقتها بكل الناس اللي تعرفهم، حتى قطعت علاقتها بأهلها وما كانوش يعرفوا عنها حاجة، وهي كانت متجوزة مين. وده اللي خلاها يجيلها مرض اكتئاب، وكانت خايفة من الدنيا، فقررت ان هي تنهي حياتها هي وبنتها. فقتلت بنتها، وبعد المكالمة مع المذيعة انتحرت. ومفيش دليل بيقول ان في جريمة قتل ولا ان في حد دخل البيت غريب. بس المذيعة ما صدقتش الكلام ده، وقالت ان هي في جريمة قتل ومش انتحار، وكانت متعاطفة مع القضية جدا. المدير طلب منها ان هي تعمل تقرير عن الحادثة. فراحت البيت تاني بالنهار، وهي بتتمشى لقيت شخص غريب دخل البيت. فبعتت رسالة للضابط وقالت له على الشخص. فالبوليس جلع وحقق مع الشخص ده، وطلع الدكتور النفسي بتاع الأم، وقال لهم ان هو جاي يدور على دليل يعرفه هو اخطأ في تشخيصها وايه سبب انتحارها. فلما مشي المذيعة سألت الضابط ليه سابوه يمشي. قالها ان هما لما رجعوا لسجلات مكالمات يون ميسو ملقيوش اي اتصال بيها وبين الدكتور، وكمان مفيش اي دليل يقول ان هو اقتحم البيت. فقالت له ايه اللي هيخلي الدكتور يجي بيت المريض بتاعه بعد ما مات. فعرفت من الضابط ان قبل الحادثة بيوم واحد يون ميسو راحت للدكتور وكانت عايزة توقف العلاج، بس هو مقدرش يقنعها ان هي تستمر على العلاج. المذيعة لقيت ان من 10 سنين فاتوا كان في مريضة عند الدكتور انتحرت من المستشفى بتاعته. فده اللي خلاها تروح للدكتور وتسأله عن يون ميسو وعن الست اللي انتحرت من 10 سنين. بس الدكتور ما كانش طايقها ولا هي كانت طايقاه، ومعرفيش تطلع منه بمعلومة. عملت حلقة واستضافت أخصائية علم نفس، وهي قاعدة بتتكلم معاها في البرنامج
كانت بتتخيل بحاجات ماشية، وبعدين بيتهيأ لها يون ميسو بتخنقها وبتحاول إن هي تقتلها، وكانت بتتخيل شبحها في كل مكان. فالقناة وقفتها عن تقديم البرنامج لفترة مؤقتة، وعينت زميلتها مكانها، وده كان مضايقها جدا. فراحت البيت وهي متعصبة، وبعدين وهي قاعدة تفكر قرت الكارت بتاع الدكتور ولقيت إن هو أخصائي التنويم المغناطيسي. فبدأت تفكر في الحوادث اللي حصلت لمريضاته، فشكت أكتر في الدكتور، وبعدين اتفرجت على فيديوهات للتنويم المغناطيسي علشان تعرف هو ممكن يعمل ايه من خلاله. راحت للدكتور وسألته على يون ميسو، وان هو كان بيعالجها بالتنويم المغناطيسي ولا لأ، وطلبت منه ان هي تشوف الدواء اللي كان بيديهولها. قال لها ايوه، كانت بتتعالج بالتنويم المغناطيسي علشان هي كانت بتقوله بيجيلها هلاوس سمعية وبصرية، وكان بيجيلها صداع على طول، فكانت حاسة ان في روح لابساها. وقبل الحادثة جابت له كتاب ومشيت، مكتوب في آخر صفحة بتطلب المساعدة، وعرفها إن يون ميسو كان عندها مرض اسمه تعدد الشخصيات. سيرا سألته، هو أنا كمان لابسني شبح؟ أصلي بشوف يون ميسو قدامي على طول. قال لها هو أنت شفتي وشها لما ماتت؟ قالت له لأ. قال لها طب إيه اللي خلاك متأكدة إن هي؟ طلبت منه إن هو ينومها مغناطيسي ويرجعها لمكان الجريمة علشان تشوف وش يون ميسو. عملت جلسة التنويم المغناطيسي، فراحت شافت قدامها حقل وفيه مستودع صغير، فطلب منها ان هي تدخل المستودع، ولقيت ان هو بيت يون ميسو. فدخلت علشان تشوف وشها، ودخلت اوضتها وفتحت الدولاب اللي كانت فيه الجثة، بس ملقيتش حاجة. قال لها حاولي تلاقي الجثة حواليكي وتشوفوا وشها، بس برضو ملقيتش حاجة. جاية تخرج، راحت لقيت الباب اتقفل عليها، فما كانش راضي يفتح. فضلت تصرخ وتبص وراها، لقيت يون ميسو جاية عليها، فخافت وحاولت تفتح الباب تاني وطلعت تجري. حست ان هي بتخنقها، فالدكتور طلب منها ان هي تحاول تشوف وشها، بس ما عرفتش برضه. فقال لها شايفة ايه؟ قالت له شايفة خفافيش كتير حواليا في المكان، وفي غزالة واقفة. بعدين سابته وراحت القناة بتاعتها، في لقيتهم وقفوها عن تقديم البرنامج وادوها لمراسلة صغيرة. اتخانقت مع المدير وقالت له انا عندي معلومات مهمة عن القضية، ممكن ارجع بيها، وحكيت له على الدكتور. المدير قال لها خلاص القضية اتقفلت وما تتكلميش فيها تاني. بعدين الدكتور اتصل بسيرة، بس امها ردت عليه واتخانقت معاه وقالت له ما تتصلش ببنت تاني، وقفلت السكة في وشه. بعدين جوز سيرة جه وهي طلبت الطلاق، فاتخانق معاها وقال لها اكيد امك هي السبب، هي اللي مسيطرة عليك وهي اللي بتتحكم فيكي، وهي اللي خلتك تطلبي الطلاق علشان تبقي مذيعة مشهورة وتعوضي النقص اللي عندها وتحققي الحلم اللي هي ما قدرتش تحققه. اتخانقت معاه وسابته ودخلت أوضة، لقيتها متبهدلة وصورة المذيعة اللي حلت مكانها في النشرة متقطعة. فجوزها قال لها أكيد أمك هي اللي عملت كده، فسابته ومشيت وكلمت الدكتور وطلب منها إن هي تجيله المستشفى علشان يتكلموا عن الشخص اللي قتل يون ميسو. فزعقت له واتهمته إن هو اللي قتلها وراحت قافلة معاه. فراح لها البيت بس ملقيهاش، لقي جوزها، فقال له إن هي حاسس إن هي تعبانة نفسيا شوية. فراحوا يدوروا في البيت على اي حاجة تدل ان هي تعبانة، لقيوا مجلة قديمة امها عاملاها وكانت حاطة فيها اخبار عن ان هي نفسها تقدم نشرة الاخبار. فالدكتور فهم ان امها مريضة نفسيا. فسيرة اتصلت بجوزها وعرفت منه ان الدكتور معاه في البيت، فقالت له ده مجرم وجيب له البوليس. جوزها مسك الدكتور واتخانق معاه وضربه. فالدكتور شاف على الحيطة رسمة خفافيش، ولقي بره البيت مستودع صغير، وده زي ما سيرة شافت بالظبط وهي كانت نايمة تنويم مغناطيسي. فدخل المستودع ونزل على السلم، فليه أوضة وكرتها راس غزالة زي برضو اللي هي شافتها. فعرف إن التنويم المغناطيسي هو بيمثل الواقع اللي هي بتشوفه. فراح كسر باب الأوضة ودخل، لقي واحدة مشنوقة. في الوقت ده سيرة راحت القناة علشان زميلتها سيو مجتش. سيرة اتصلت بسيو قتلتها علشان سيرة ترجع تقدم النشرة تاني. فرجعت تقدم النشرة وبتقرا الجملة الختامية
بعد الخبر كان مكتوب: لو وجودك هنا كان زماني مكانك. بعدين دخلت المذيعة زميلتها سيو وهي مطعونة ببطنها. سيرة بتبص لقيت أمها واقفة بعيد، ندهت عليها وطلعت تجري وراها. في الوقت ده الدكتور اتصل بالبوليس وقال لهم على مكان الجثة اللي لقاها في الأوضة، وقال لهم إن المذيعة سيرة بتعاني من مرض تعدد الشخصيات، وهي بقت خطيرة على نفسها وعلى اللي حواليها. بعدين سيرة كلمت الدكتور وقالت له إن أمها عملت جريمة، وقالت له على مكانها. أمها مسكت حتة إزاز وقطعت شرايينها. سيرة حست بنفس الألم ونزفت زي أمها، ولما استغربت أمها بصت لها قالت لها: إحنا الاتنين واحد ومحدش يقدر يفصلنا عن بعض. الدكتور دخل عليها فحكت له على اللي حصل واللي أمها عملته. قال لها إن أمها ميتة عشان نعرف إن الجثة اللي لقيها في الأوضة هي جثة أمها، وقال لها: أنت عارفة إن أمك ميتة. بتبص وراها ملقتش حد معاه تاني في الأوضة، فبتبص على ايدها لقيت إن هي اللي ماسكة الإزازة وهي اللي كانت بتقطع شرايين نفسها. قال لها إن أمها مش هي اللي كلمته في الموبايل، وقالت له ما تتصلش ببنتي تاني، هي اللي كانت بتكلمه ومتقمصة شخصية أمها. وقال لها كمان: انت اللي قتلت المذيعة سيو مش أمك. الدكتور طلب منها إن هي تحكي له. قالت له إن هي مرة راحت بيت أمها تدور على الخمرة علشان منع أمها إن هي تشربها. فتشت في دولابها لقيت أخبار وصور أمها القديمة، وعرفت إن أمها وهي شابة حاولت تنتحر وتقتل بنتها معاها علشان هي حملت من غير جواز، وده كان هيأثر على شغلها وعلى مستقبلها المهني. وهو ده نفس اللي عملته مع سيرة. لما اتجوزت وحملت قالت لها إن هي تنزل الطفل علشان ما يأثرش على مستقبلها، بس سيرة رفضت. أمها شدتها علشان توديها المستشفى غصب عنها، فسيرة اتخانقت معاه وسابتها ومشيت. الدكتور عمل لها جلسة تنويم مغناطيسي. بعدين كملت إن أمها هجمت عليها وحاولت تخنقها، فالدكتور طلب منها إن هي تقضي على الشخص اللي بيخنقها لأن هي مش أمها. سيرة مسكت إزازة وضربتها، ولما فاقت لقيت نفسها بتنزف. بعدين جه خبر في النشرة عن طعن المذيعة زميلتها، وإن اللي كانت ماسكة السلاح هي سيرة، وليه إن أمها منتحرة في البيت بقالها 4 أسابيع. وعرفوا إن أمها هي المذيعة لي يون اللي كانت بتشتغل في نفس القناة من 30 سنة، وقالوا إن هي غيرت اسمها وبعدت عن الأنظار علشان كانت حامل في سيرة، وده اللي خلاها تسيطر على بنتها سيطرة كاملة علشان تشوف حلمها فيها، فخلى بنتها يجيلها مرض نفسي تعدد الشخصيات. سيرة دخلت الغيبوبة، وهي نايمة في الغيبوبة كانت سامعة أمها وكانت بتحاول تسيطر عليها تاني، بس سيرة قدرت تتحرر من سيطرتها عليها علشان تتعالج من مرض تعدد الشخصيات اللي أمها سببته لها. وبكده يكون خلص ملخص فيلم النهاردة.